أهلا بكم في القسم الرابع والأخير من برنامجكم اليومي الجولة. السيد علي دائي مدير الفني لفريق بيروزي الإيراني يعني مشهور أنه عنده لسان طويل، صرح تصريحات متعددة في فترات متعددة. الرجل عنده مشكلة مع السعودية، تعرف من أيام الكفوف القديمة، أيام يعني عنده تأزم تاريخي. كل ما شاف الأخضر ذا يرتبش، يوقف ينام ينبط، ما تدري ايش يجي حالات عجيبة، ودائما عنده تصريحات غريبة. يعني وانا الحقيقه لا اسخر، انا اقول لك بامانه الرجل هذا عنده تأزم خطير جدا. من يشوف شيء سعودي ينهبل ما تدري، يعني مشكله عظيمه. تصريحات كل ما جاي، يعني تعرف الذي يطلع في مؤتمر اللي يتكلم عن السعوديه يرتاح، يعرف يقيل، يعرف ينام، يعرف يرتاح. وكل مره ياخذ على راسه، على فكره. يعني سبحان الله، وكل ما تكلم تفائلت، كل ما جاء تكلم عن الاتحاد في مباراته قبل ما يجي جدة، احنا بنسوي، والكرة السعودية جو الرجاجيل طقوا على راسه ب3 أهداف مع الرحمة أظن يا أبو خالد. يعني بصراحة الاتحاديين كانوا مش كويسين، يعني كانوا تعرف الكرم السعودي ما زودوها، يعني المفروض كان يرجع شايل عفش زيادة. 3 أهداف كانت ومشيناها. اليوم طايل لسانه شوي، بعد مطلع شوية تصريحات، الكرة السعودية منهارة وانتم ناس منتهين وما عندكم كرة، على كثر ما يصير فيك ما في فايدة. هذا يذكرني بالمصري ذاك اللي يكون ماسك واحد ضعيف ويطقه، يقول له بس انت قوم ابعد مني انا عشان اطقك. عرفت كيف؟ يعني يعني يبهذلك. فاليوم طبعا يعني واحد من هالتصريحات السخيفه اللي طلعت منه، ويعني ما دام صرح التصريحات ذي السخيفه الواحد بده يتفائل في مباريات الانديه السعوديه راح تكون في ايران. اليوم الاتحاد الاسيوي جاء في تعليق له انه ايران ليست لديها اي مشاكل امنيه، وجميع المعايير مطبقه في ايران لاقامه مباريات دوري ابطال اسيا. هذا رد الاتحاد الاسيوي على فكره. الاتحاد السعودي طبعا لكرة القدم كان ارسل خطاب للاتحاد الاسيوي، والاتحاد الاسيوي ارسل خطاب للاتحاد الايراني، وارسل صورة من هذا الخطاب للاتحاد السعودي. الرد وصل وجاء في الرسالة بعد متابعة الاوضاع مع الاتحاد الايراني لكرة القدم في ايران ومشاهدة بعض المباريات، فإن الوضع في ايران آمن ولا يوجد اي مشاكل لاقامة المباريات. واكد أليكس سوسي اللي هو المندوب اللي راح من الاتحاد الاسيوي، أكد أن المعايير في إيران مطبقة وموافية لشروط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وأضاف بأن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيرسل لكل من السعودية وإيران بعض السفراء والمراقبين لمراقبة التطورات في البلدين، كونهما من كبار الدول في القارة. وتطور البلدين كرويا يهم الاتحاد الآسيوي، وسيتبادل الآراء والأفكار مع كلا الاتحادين لتطوير بطولة دوري أبطال آسيا ودوري أبطال آسيا والارتقاء بكيفيتهما. اترك الكلام الأخير هذا ديباجة. الخلاصة أن الاتحاد الآسيوي قرر إرسال المراقبين، عمل ودى بعثة، رجعت ردت أن الوضع آمن وممكن إقامة المباريات. وارسل الاتحاد الايراني للاتحاد السعودي انه انت مضطر تسافر، يعني بالعربي، لان لو ما راحت الانديه السعوديه راح تعتبر منسحبه. تعليقك على الوضع هذا ابو غيداء؟ وعلى صاحبنا علي لو تمر عليه تعطيه واحده ما عندي مشكله، راح اكون سعيد يعني. لا علي دائي انت عارف تذكر المثل المصري يا ابو بدر اللي يقول لك اقرع ونزهي. هذا هو علي دائي. يعني انت ايش عندك اساسا الان على مستوى، مش على مستوى تاريخ اللاعب الفني بالعكس، لكن على مستوى الاداري يعني ما عندك اي. فبالتالي نعم الرجل هذا متأزم كما هو الحال مع الاعلام اللي عنده والاعلام اللي يغذيه اللي الحقيقه بدا يتطاول بشكل كبير جدا. وانا من هنا سوف اشبك على قضيه الانديه السعوديه. ابو بدر شوف انك ترسل 2 3 رايحين في مثلا فندق طهران مثلا ومعاهم ورقه، وقد يقول لك والله الفندق هذا ترى امن والملعب هذا ترى امن. ايوه انت رايح الساعه 7:30 الصباح وجاي الساعه 4 العصر. لكن والله العظيم يا ابو بدر انا اعتقد واناشد الامير نواف بن فيصل ان الانديه السعوديه فعلا قد تكون معرضه لاشياء كثيره. الهلال، النصر، الشباب، الاتحاد، لا نرتضي زي ايش مثلا؟ ترى ما عندنا 3 دقائق 4 دقائق ما ادري ابو بدر. شوف اللي هناك، شوف انت قارئ الوضع بشكل جيد، فاهم علي ولا لا؟ واخر الاخبار اللي جايه اليوم ما هي مشجعه، ما هي مطمئنه. ايوه معليش عادل تظل اللي تشوفه
هي مجرد رسائل، يعني يجيبوا لك 50 60 واحد ولا 200 واحد يوقفونهم قدام سفاره، هذه كلها رسائل لا لا بس لن يجرؤ احد على ان اقتراب من بعثه، باص يربون حصاه في المباراه بيصرخون عليك، هذا ما يحدث في الفندق الروم سيرفيس يتاخر عليك، يودونك من طريق طويل، يعني انا اعتقد حنتجاوز وهذا اللي قاعد يصير الامور هذه. انا حتجاوز اخشى ما اخشاه هو في داخل الملعب. شوف انت كل شيء تتحكم فيه خارج الملعب، كل شيء تتحكم فيه، لكن في داخل الملعب وفي اشياء كثيره والجماعه عارفين هذا الامر. فبالتالي طلب بسيط لمحمد بن همام، نقول له محمد بن همام انت قارئ جيد للوضع السياسي والرياضي والاقتصادي، عليك ان تتخذ ولو لمره واحده حقيقه مع الاتحاد الايراني رساله واضحه، ما فيها عيب يا اخي. واحنا ما فيها عيب، واحنا مقبلين على انتخابات، يعني وسلامة فهمك. اشياء كثيره يا ابو بدر، اشياء كثيره. انا اقول لك الخطاب الرسمي وغير الرسمي الايراني للاسف الشديد وبالذات مع السعوديه يتعامل مع السعوديه بشكل مستفز تماما. وبالتالي اذا كان هذا هو الاستفزاز في الاعلام، اذا ما بالك في الرياضه. طيب انت عارف يعني كثير من البعثات لما تيجي هنا خصوصا الرياضيه بما فيهم حتى علي دائي هنا يمسك لك على اكله، على مترجم، على اشياء كثيره. فبالتالي يا محمد بن همام هذا نتاج ما صنع الدلال الآسيوي لإيران. أرجو حقيقة أنه لا يتضرر ولا واحد من الأندية السعودية. طيب كيري كلمة أخيرة. طبعا علي داي يستغل كردة فعل على ما بدأ الأمير عبد الرحمن بن مساعد باللفت الانتباه لهذه النقطة مهمة جدا كانت، إنه الخطورة اللي في الوضع في المشاركات الإيرانية، فحب ولاحظ هو انه في تحركات وما زال في ضغوط على مستويات مختلفه جدا، واستغل الاعلام التعبوي في ايران لمحاوله الاستفزاز هذه للانديه السعوديه وللمنتخب السعودي مارسها في التصفيات الاسيويه لكاس العالم، وعلى قولك اكل على راسه في النهايه. لكن النقطة المهمة اللي كانت انه تم اختزال البعثة او مدة تواجد البعثات الى 18 ساعة. انا اعتقد انها واحدة من النقاط المهمة في تلافي كثير من السلبيات. تقول شيء عادل؟ ممكن تواكب الاشياء المرافقة للبعثات المنتخب السعودي. لا ابو خالد واضح انه لخبط الدنيا. لا موضوع على ايش ما عندي نص دقيقة، ما عندي نص دقيقة. قول. يقول هذا رد على تصريح من عبد الرحمن بن لا يقول هذا تأكيد الكلام الأمير عبد الرحمن كان قراءة مبكرة للموضوع، كانت قراءة مبكرة للموضوع، فهمتي؟ عموما يعطيك العافية. لا بس فنيا معليش لحظة دقائق كثيرة ترى. فنيا الأمر محسوم، تماما. الرجال عارف انه فنيا محسوم. عموما اتمنى ان شاء الله يعني اللي ما انت قادر تاخذه هناك تروح تاخذه في الملعب. كلام واضح. احنا عاد بناخذه هناك وبناخذه في الملعب باذن الله. تبسوا على خير.